مسيرة سلمية حاشدة خرجت من أمام استاد بورسعيد بعدما تعالت صيحات أهالي الشهداء بتصريحات انتقامية والتهديد بالقصاص أو الدم. هي مسيرة بورسعيد مش مسيرة فئة معينة أو ألتراس، هي مسيرة بورسعيد احنا بنطالب، هو مطلب شرعي. احنا النهارده ومطلب شرعي ومطلب أمني. النهارده احنا بنقول، احنا قلنا من الأول القصاص من الناس فعلا اللي عملت كده. احنا بنطالب بالقضاء العادل. حرام حرام حرام، رسالة للسيد وزير العدل، حرام النطق بالحكم يبقى في القاهرة. مستحيل ان انا اكون اب او اخ او قريب لاي متهم بريء من المتهمين دول ان انا ابقى قاعد هنا في بورسعيد وهو بيتحاكم في مصر، مستحيل. ولو سافرت يبقى انتوا كده عايزين مصر تبقى شلالات دم. دي اختبار لاول مره في تاريخ العالم كله، ان اختبار يكون اختبار صعب جدا، لكن احنا ان شاء الله رب العالمين املنا في ربنا سبحانه وتعالى وفي القضاء الشريف المحترم اللي احنا كلنا بنثق فيه، اللي ان شاء الله رب العالمين انا متاكد ان شاء الله الناس دي كلها براءه. وعايزين نعرف المحرض الاساسي للقضيه دي مين. نقل المحاكمه بعيدا عن القاهره او بقاء المتهمين في محبسهم يوم النطق بالحكم والقصاص العادل كانت مطالب الجرين ايجلز. فهل من مجيب؟ اشرف الدقاق، كوره اونلاين.